عملناها سوا للفيزا على فرنسا. شو مبين قاسي بالصورة؟ لا دايما هيك بيطلع بالصور. يعلن طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية عن قيام الرحلة رقم 211 إلى باريس. الرجاء من حضرات المسافرين التوجه نحو دوائر الأمن العام وموقعات المسافرين شو خلصتوا رأيكم؟ ايه خلصنا، يا ريت بدك تضل معي. بس خلص. رح نشتاق لك، امتى حتلحقينا؟ هذا آخر كول، لازم تمشي. announcing the departure of its flight 211 to Paris. Passengers are kindly requested to proceed to the departure lounge. فؤاد كان مقرر ما يرجع مع هدى، كان بده يقطع مع كل العالم. كان مسافر معنا لوحده. فؤاد كان بايع تقيل، ما قابض شي جد. تركته الحزب خربطت له حياته. مش بس الحزب، ما كان في شي ظابط معه. البيت هون، الجامعة، هدى. بس كان عنده الموسيقى. ما بقي له إلا الموسيقى. مزبوط، اجى سكن عنا فترة، عشنا معه أنا وطلال. كان عنا نفس السلبات، فؤاد ما كان فرقاني معه شي. بعدين هالموسيقى، هالسلبي، هالتسطيل، وبالآخر أوفر دوز روحته. مش صحيح، فؤاد انتحر. مبروك علينا. وداني من غير ما تسلي، وكفاية قلبي أنا مسلي. وداني من غير ما تسلي، وكفاية قلبي أنا يا أهالي بلدنا الكرام، يتشرف حسن يونس ومجد طالب بدعوة حضراتكم لحضور سهرة زفاف ولديهم الكريمين رائد وعليا، وذلك يوم الغد في الساعة 7 مساء في قاعة حديد.
كانت شواربنا بلشت تطلع وقت التقينا نحن الأربعة بالحزب وبالحرب. بس خلصت الحرب كأنه اتفقنا ما نحكي عن شو شفنا وشو عشنا. البلد كله اعتبر انه النقاش بالذاكرة بيهدد السلم الأهلي. طلبت من الرفاق انه يختار كل واحد منهم مكان بحس فيه بشوية سكينة. كل واحد منا اختار ضيعته. إلا هيك عن مزح يعني. ولا مرة حاولت تمسك لي إيدي. أنا من جهتي ما كان بدي. كنت لاقي وجهك لذيذ. ما كنت شوف من جسمك إلا كيف تطلع فيي، كيف تبتسم، كيف تضحك، كيف تحكي. صوتك شي عجيب أنت بتعرف. لما كنت تغيب كنت اشتاق لصوتك، ما اشتاق للرجال اللي هو أنت. مش قادرة الاقي كلمة أوضح من هيك. بس حاسة اللي عم بقوله ناقص. على كل حال لما كنا نقعد ونحكي أنا كنت أحكي أكتر منك، بس أمرار تبقى متجلية معك تبلش تحكي على مهلك ما تعود تسكت. مش قادرة أتذكر اليوم شو الأشياء اللي كنت تقولها. كان يمرق مواضيع كتير بالحديث، مش المواضيع اللي كانت تهمني فعلا. بس بهديك الجلسات كنت لما تخلص تبلش تسكت. كيف بدي أقول؟ تسكت شوي شوي. أنا أشعر إنه أنسب كمالة للحديث هي إني نم معك. ام قاسم كانت جارتنا بالضيعة وهربت لهون قبل منا بمدة. كانت تحب توقفني بالطريق وتحكي معي لما امرق من قدام بابها. أول ما عرفت إنه صرنا هون اجت لعنا هي وابنها ومرت ابنها. جابوا لنا فرشي والحاف لأنه هن هربوا بعد أول مشكلة كبيرة صارت بالضيعة. كانت الضيعة بعدها محيدة وقدروا يطلعوا شوية أغراض بسيارة. ما فيها أم قاسم تشوفني إلا ما تتعجب كيف بهالعمر بعدني مش مجوز. سألتني مثل العادة أمتى بدنا نفرح منك يا أستاذ. أنا كنت مخربط كيف طلعنا من البلد. قلت لها تحت أي سقف يا أم قاسم. صارت تبكي وأنا اتضايقت من حالي اللي جاوبتها هيك. قالت لي والله ما في فرح إلا بالضيعة يا حبيبي. أنا شفت إنه أم قاسم مش عم تحكي عن العرس، عم تحكي عن كل شي، عن العيشة. هي عمرها 65 سنة أو أكتر شوي، والعيشة عندها هي بيتها وحاكورتها.
لو عملت ابلود للحاجات دي مش هينفع تروحي بيتكم تاني. النهارده الساعة 3 حصلت حاجات كتير، مش مهم الأعداد، المهم اللي كان فيه متظاهرين من بدري. دي ثالث مرة أطل من البلكونة وأشوف ناس كتير ماشية في المظاهرة. كل سنة وانتم طيبين يا فندم، النهارده عيد الشرطة، أنتم حماة الوطن. احنا عايزين نطمن الناس من خلالكم يا فندم النهارده، وعايزين نعرف ايه اللي بيحصل في البلد. الوضع على الأرض النهارده بالأعداد اللي حصلت ما يخوفش وما يقلقش. الحل نقطع الاتصالات تماما. أنا بكلمك من قلب ميدان التحرير، وفي مجموعة شباب كده وعددهم تقريبا من 8000 ل 10000 واحد. شوية عيال ولا كان بالزبالة، عيال ما تربتش. كل حاجة في البلد بقت خايبة. الخايبة دي تبقى أمر. أمر في أمن الدولة؟ ليه؟ قطع الاتصالات والنت، سخن الناس ونزلوا باعداد كبيره الميدان. سخن مين يا حضره الظابط؟ اياكش تولع الناس دي كلها، ده شويه عيال سيس ما لهمش لازمه لا راحوا ولا جم. هم مفكرين نفسهم تونس ولا ايه؟ مش عايزك تسخن حد معاك في الخطبه. انا اسف خالص يا شيخ ميدو. اقف عندك ما تتحركش. احنا خلاص سيبنا الحرب. مش هتسلم عليا؟ احنا بنحب مصر زي ما انت بتحبها. اوعى تكون فاهم ان اسرائيل هي عدوتنا. بتعملوا فيا كده ليه؟ كل ده كان في إطار المشهد الحلو.